أحبائي في الله، أحبائي في الإنسانية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ويسعدني أن ألتقي مع حضراتكم أينما كنتم وحينما تواصلتم معنا. حلقة جديدة من برنامجكم شوية رياضة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها ونوجهها إلى كابتننا حسام حسن ولاعبينا في الفريق القومي، ومش محتاجين الحقيقة ان احنا نقول لهم ان هم فعلا بدأوا او هيبدأوا اللعب مع كبار القارة. الحلقة اللي فاتت حضرات من البرنامج كان سؤالي هو يا ترى يا كابتن حسام المنتخب هيعمل ايه؟ والحقيقة ان منتخبنا قطع شوط هام في البطولة، ولو ان الحقيقة هناك انتقادات كتيرة للمنتخب ولمدربنا حسام حسن. الحقيقة انتقادات كانت كتيرة، ولكن نتعشم ان المنتخب بتاعنا يكمل مشواره في بطولة افريقيا بشكل افضل. قدم فريقنا في مبارياته الثلاثة في المجموعة الثانية، واللي هي تضمنت زي ما انتم كلكم حضراتكم عارفين مصر وزيمبابوي وجنوب افريقيا وانجولا. قدم عروضا الحقيقة يعني نقدر نقول عليها انها كانت غير مطمئنة. اي نعم، كسب فريقنا وتصدر مجموعته بسبع نقاط بفوزين وتعادل، ولكن الحقيقة الفوز كان دايما بتوفيق كبير وبمهارات كل من عمر مرموش ومحمد صلاح. وصل الحقيقة منتخبنا بقدرة قادر إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية، فبعدما فاز زي ما قلت لحضراتكم في مباراتين في دور المجموعات وتعادل مباراة ثالثة، فاز على زيمبابوي 2-1 وعلى جنوب أفريقيا 1-0، وتعادل طبعا مع أنجولا 0-0، وبكده تصدر مجموعته بسبع نقاط ووصل إلى دور ال 16، حيث قابل فريق بنين وفاز عليه في مباراته الماراثونية الحقيقة 3-1. يا مروان، هو مروان عطية، وعطية طل هو اللي يدينا الأمل هنا. ربنا يديكم الأمل ويديكم الصحة بهذا الفرح في هذه اللقطة. مروان عطية الجملة اتعملت حلوة. وإذا اتكلمنا الحقيقة عن مباراة فريقنا في دور ال 16 أمام فريق بنين، هنقول إن الحقيقة إن فريقنا كسبها 3-1 بسيناريو الحقيقة عجيب جدا. تقدم الفريق المصري بهدف ملعوب في الشوط الثاني، الكرة من محمد صلاح في الجناح اليمين، مررها لمحمد هاني في الصندوق، أخرجها الحقيقة براعة خارج الصندوق للاعب الحقيقة المبدع مروان عطية، اللي سددها رائعة في المرمى، معلنا عن هدفا رائعا للمنتخب المصري في مرمى فريق بنين، ومعلنا أيضا أن هذا اللاعب مروان عطية مستواه الحقيقة في ارتفاع وأداؤه أصبح متميزا جدا الحقيقة. وإذا بفريق بنين يفاجئ الفريق المصري بهدف مباغت في الدقيقة 88 قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين ليتعادل مع الفريق المصري. والحقيقة الهدف جه من خطأ في الأول من حارسنا الحقيقة محمد الشناوي، اللي أخرج الكرة بطريقة خاطئة. ليه؟ طبعا بدل ما يحول الكرة إلى الجنب اليمين أو الجنب الشمال، الحقيقة الكرة خرجت من عنده في المنتصف، التقطها مهاجم بنين ومررها إلى الجناح اليمين، اللي سدد ناحية المرمى. ولكن الحقيقة لاعبنا الباك الشمال بتاعنا أحمد فتوح أخطأ في إبعادها، فتوجهت الكرة إلى المرمى
أنقذها محمد الشناوي بصعوبة، ولكن راس الحربة بتاع فريق بنين اقتنصها وسددها بالمرمى، الحقيقة محرزا هدف التعادل. بكده انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بين الفريقين 1-1. وطبعا المباراة في دور 16 إقصائية، يعني لازم فائز ومهزوم. عشان كده لعب الفريقين شوطين إضافيين، كل شوط ربع ساعة. الشوط الأول الإضافي ومن كرة مرفوعة الحقيقة من المميز والرائع الحقيقة مروان عطية، يقابلها ياسر إبراهيم المدافع من قلب منطقة جزاء بنين محرزا هدفا رائعا الحقيقة أعلى الزاوية اليمنى لحارس بنين، معلنا عن تقدم الفريق المصري بنتيجة 2-1. حينئذ كثف الفريق البنيني من هجماته راجيا التعادل مرة أخرى، ولكن لاعبنا الموهوب أيقونة العرب وفي الوقت الضائع مر له زيزو كرة ماكرة بينية مستغلا تقدم فريق بنين، ينفرد بها صلاح ويمررها من الحارس لتحتضن الكرة الشباك، محرزة الهدف الثالث للفريق المصري، لتصبح النتيجة 3-1، ويفوز المنتخب المصري ويصعد لدور الثمانية، ليتقابل يوم السبت 10/1/2026 مع فريق كوت ديفوار في دور الثمانية. وهنا يا سادة بدأ اللعب مع الكبار، حيث صعدت 8 فرق أفريقية إلى هذا الدور، مما يعني أن اللعب مع الكبار قد بدأ. صعدت 3 فرق عربية إلى هذا الدور، هي مصر والمغرب والجزائر، وخرجت تونس والسودان. مصر بفوزها على بنين 3-1 زي ما قلت لحضراتكم، والجزائر بفوزها في دور ال16 على الكونغو 1-0، والمغرب بفوزها على تنزانيا في نفس الدور 1-0. كذلك صعدت الفرق كوت ديفوار بالفوز على بوركينا فاسو 3-0 لتضرب موعدا مع مصر في دور الكبار دور الثمانية. برضو صعدت مالي بالفوز على تونس بركلات الترجيح، ونيجيريا فازت على موزمبيق 4-0 وصعدت. الكاميرون فازت على جنوب أفريقيا 2-1 وأقصتها، والسنغال فاز على السودان 3-1. هكذا يا حضرات هيبدأ اللعب مع الكبار، والحقيقة أن المنتخب المصري حتى الآن لم يظهر بالمستوى المطلوب. الحقيقة لولا براعة محمد صلاح ومرموش وبرضو الحقيقة برضو ما ننساش مروان عطية، ولولا التوفيق برضو بشكل كبير الحقيقة ما كانتش النتائج هتبقى زي كده. هذا وسوف يلتقي المنتخب المصري بفريق قوي الحقيقة، هو فريق كوت ديفوار يوم 10/1/2026. والحقيقة المباراة مش هتكون سهلة بأي شكل من الأشكال، والحقيقة على الفريق المصري ومدربه حسام حسن اللعب بخطة متوازنة هجوما ودفاعا بشكل تكتيكي يختلف عن الأداء في المباريات السابقة. ونرجو أن يكون الحقيقة الفريق المصري ومدربه حسام حسن مجهزين خطط وتكتيكات تختلف عن المباريات السابقة. جد الجد يا حضرات، والفوز في هذه المباراة بيعني أو هيعني أن فريق الفراعنة سيصل إلى المربع الذهبي الذي يضمن الحقيقة من خلاله مقعد من مقاعد كبار القارة، ليقترب الفريق من الميداليات سواء الذهبية أو الفضية أو البرونزية، أو طبعا اللي احنا مش عايزينه المركز الرابع. بس أهم حاجة دلوقتي هذه المباراة، لأن طبعا المباراة فيها يا فايز يا مهزوم، والمهزوم طبعا خارج بره البطولة. ونتمنى الفريق المصري ان هو يعبر هذه المباراة الصعبة. كل التمنيات الطيبة للمنتخب المصري، ونتمنى صعوده الى دور الاربعة اللي هو المربع الذهبي. ويا رب يا كابتن حسام تفرح الجمهور المصري
وكل محبي الكرة المصرية. يا حضرات، يوم واحد بيفصلنا عن نتيجة مباراة منتخب مصر مع فريق كوت ديفوار في دور الثمانية من بطولة أفريقيا سنة 2025. فإلى ذلك الحين ندعو الله أن يوفق الفريق القومي المصري للصعود إلى المربع الذهبي. أحبائي، كان هذا ما لدينا في هذه الحلقة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وللقاء في حلقات أخرى قادمة. كان معكم مهندس جمال رضوان، تحياتي لحضراتكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.